هلا أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم جبت لكم خبر جديد عن عائلة حسام، بالتحديد عن أبوهم حسام فتاح، اللي تناولت الشائعات إنه هو مريض وبسبب مرضه سد القناة. لكن قبل كل شيء دوسوا لايك واشتركوا بالقناة حتى دائما توصلكم فيديوهاتنا الجديدة. يلا نبدي بالخبر. الخبر إنه اليوم أستاذ حسام فتاح نزل منشور على صفحته بالفيسبوك بعد انقطاع 10 أشهر من النشر في صفحته على الفيسبوك. اليوم تحديدا بتاريخ 9 كانون الأول 2025 نزل أستاذ حسام فتاح منشور في الفيسبوك يحمد الله فيه ويشكره على بدء تماثله للشفاء، ويشرح الألم والمعاناة اللذان مر بهما في الفترة السابقة. وأوضح في المنشور أن سبب اختفائه مرض اعتلال عظمي أصاب عضلات ظهره ويديه ورجليه، بحيث أصبح غير قادر على الجلوس أو المشي من شدة الضعف والألم ومن كثرة الأدوية التي تناولها. وفي نهاية المنشور حمد الله وشكر عائلته على بدء تماثله للشفاء، وهو حاليا تحت التأهيل الطبي لاستعادة قوة عضلاته وعافيته. إذن أخوان، مرض يوتيوبر حسام هو اعتلال عضلي شديد، وهو الآن بصحة جيدة وفي مرحلة استكمال العلاج. أخوان، طبعا هذا المرض حبيت أوضح للي ما يعرفونه، هو مرض يخلي الإنسان يشعر بالتعب الشديد بحيث حتى ما يقدر يوقف على رجله ولا يقوم بأي عمل. الله يكون بعونه ويشافيه شفاء تام. وفي النهاية نسأل الله دوام الصحة والعافية لليوتيوبر حسام فتاح، ونأمل في قادم الأيام إنه يرجعون وينشرون بقناتهم على اليوتيوب. وانتوا اخوان ايش تعتقدون؟ استاذ حسام بعد شفاء ان شاء الله رح يرجع يفتح القناة؟ لا تبقى مغلقة. كتبونا بالتعليقات وشاركونا آراءكم، وكتبونا بالتعليقات شنو تحبون يكون الموضوع الجاي. لا تنسون تخلوا اللايك للمقطع وتشتركون بالقناة، فعلون زر الجرس حتى يظهر لكم كل جديد. مع السلامة، باي.